يا عم كولر بقى بطل مبررات سخيفة. يعني كفاية بقى يا جماعة، بقى كفاية مبررات بقى. يعني ايه تطلع تقول الاتحاد ساكت ان اللاعيبة بتنام، وان اللاعيبة كل واحد يتخبط خبطة ينام ويضيع وقت واللي انا بقى لازم الكرة تتطور، وان لازم انتوا ساكتين ليه؟ يا عم الحاج، النادي الاهلي لما بيروح يلعب فرقة بره وبيبقى كسبان، الشناوي بينام، المدافع بيقول له نام، المدافع نفسه بينام. انت ما انت بتبقى مبسوط، ما انت بتبقى سعيد. ما هي الكرة يا جماعة في الوطن العربي وفي افريقيا كده. انت مفكر ايه؟ فانت ما تتلككش وتجيب مبررات ملهاش اي لازمة. انت راجل واقف مش عارف تدير الماتش، مش عارف ماتش مقفول مش عارف تجيب له مخرج، مش عندك حلول. فما تجيش بقى تجيب اللوم على لاعب بيتكسر وينام وتقول الاتحاد. والاتحاد هيعمل لك ايه؟ الاتحاد هينزل يقوم اللاعب؟ اللاعب مكسور وبياخد وقته، اللاعب عايز يضيع دقيقتين ولا يضيع دقيقة ومتاح ليه ان هو يضيع، هيضيع. معلش ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي. لو انت مش عارف حجم النادي الاهلي، ان الفرق بتقابله بتلعب بخطة دفاعية منظمة وتلعب على هجمة المرتدة، وانت لازم يبقى عندك حلول تلعب باتنين راس حربة صراح. يا جدع انت جيت، احنا اي راس حربة في الدوري المصري بنجيبه النادي الاهلي بتخلصوا عليه. شادي حسين كان جاي مكسر الدنيا وخلصت عليه. حسام حسن الراجل كان بيجي من تحت من سموحه، كان بيشد قطر، بيشد عربيه، خلصت عليه. محمد شريف كل ما يفوق يحصل دروب نخلص عليه. جايب لي كهربا اللي هو بيلعب اصلا هاف، يلعب فيرود، ولما كده يعني يجيب جون بقى فيرود عالمي. بس واجبات الفيرود، واجبات المهاجم الصريح ماهيش في كهربا. وبنقول ماشي، زق الليله. فما تجيبش بقى مبررات على الاتحاد وعلى الكرة المصرية. ما معلش لما انت جاي الاهلي، انت ما كنتش يعني ماسك ريال مدريد والانتر ميلان وبرشلونة وراجل عالمي يعني. ده احنا عمالين نزق فيك. انت لو جبت اي مدرب يمسك النادي الاهلي، معلش النادي الاهلي بيجي له لبن العصفور. اي لعيب مكسر الدنيا في مصر تعالى، يعني احنا بننقي من على وش القفص. فلو اي مدرب معاه اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هيلعب. عد لي يا عم فرق الدوري المصري فيها مين وقول الاهلي فيه مين. انت لو جبت ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، مفيش مدافعين في مصر الا يعتبر الونش وهي شويه مصاب وشويه سليم. لو جبت محمد هاني مفيش باكات رايت تاني. اكرم توفيق وهو مصاب افضل من باكات تاني. خالد عبد الفتاح لما كسر الدنيا في سموحه وباك رايت جبناه. وليد عطيه، مروان عطيه لما كسر الدنيا والزمالك عايزه جبناه. امام عاشور بنخلص فيه. نعمل ايه تاني يا جماعه؟ يعني نجيب مين تاني؟ كهربا سافر وقضيه وبتاع وجبناه. حسين الشحات لما كان مكسر الدنيا وراح العين وبتاع وجبناه. بيرسي تاو دلوقتي ما شاء الله عليه. مين تاني؟ يعني قول لي كده مين تاني، مين تاني نجيبه واحنا نجيبه؟ فبطل بقى حجج فارغه يعني. مع السلامه. اعمل متابعه ولايك وشير.